اكتشف أحد الولاة أن وزيره وساعده الأيمن فاسد ومرتش، فأمر بتعليقه عاريا على عمود في الساحة العامة وأن يدهن جسمه بالعسل، فهجمت عليه أسراب النحل والذباب تشبعه لسعا ووخزا. وعندما ذهب الحراس إلى استراحتهم اقترب مساعد الوزير منه لإبعاد الحشرات، فمنعه الوزير وقال: إن النحل الذي يغطيني الآن قد شبع، ولو طردته لجاءت أسراب جديدة جائعة ستزيد من آلامي. بلغ ذلك الوالي فأمر بإعادته إلى البلاط، فوزير فاسد قد شبع أقل كلفة من وزير جديد جائع. ختاما وعلى ذمة الراوي، أمر الحجاج بضرب أعناق 3 مخالفين، وأمام السياف حضرت امرأة جميلة تبكي بحرقة. أحضروها. أمر الحجاج فسألها: لما البكاء؟ أجابت: إنهم زوجي وشقيقي وابني فلذة كبدي، فكيف لا أبكيهم يا سيدي؟ قرر الحجاج مسايرتها وقال لها: تخيري أحدهم كي أعفو عنه، وكان ظنه أن تختار ولدها. صمتت والكل يترقب الجواب المصيري، ثم قالت: أختار أخي. فوجئ الحجاج وسألها عن سر اختيارها، فقالت: أما الزوج فهو موجود يوجد غيره، وأما الولد فهو مولود ننجب غيره، وأما الأخ فهو مفقود لقد رحل الأبوان. أعجب الحجاج بحكمتها وأطلقهم جميعا. إلى اللقاء.